إسرائيل تسيطر على نصف المدينة وتستعجل احتلال غزة قبل وصول أسطول الصمود وإخلاء قسري في الضفة والقدس الشرقية. 1000 ناشط من 44 دولة يتوزعون على 70 سفينة يقتربون من شواطئ القطاع. مساعدات إنسانية وكاميرات وصحفيين دوليين ونجوم سينمائيين سيصلون إلى الحقيقة قبل أن تدفنها إسرائيل. سيكون جيش الإنقاذ الممول والمخول من شعوب الأرض للدفاع عن شعب فلسطين في غزة. فلسطين تجتاح مسارح أوروبا ودور السينما. قضية هذا الشعب الثائر صارت محفورة بوجدان الناس في اسكندنافيا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تعهدت بحماية السفن الإيطالية المشاركة في أسطول الصمود. من يساند إسرائيل؟ مين حامي إسرائيل؟ أمريكا، صح ولا لا؟ فعليا لم يبقى إلا أمريكا بنسبة 100% للضرورة التاريخية، وبعض الحلفاء بنسب أقل، ومعظمهم إذا أمريكا بتتراجع متر عن دعم تل أبيب بيرجعوا 50 متر فورا. الرئيس ترامب قبل أيام اعترف بأن اللوبي الصهيوني في الكونغرس صار أضعف من السابق. يمهد للشعب الأمريكي وللعالم أن بقاء إسرائيل ليس قدرا. تخيلوا ماذا يفكر عندما قرر البوح بهذا الاعتراف. هناك سباق مع الزمن لشكل جديد للشرق الأوسط، لذلك في استعجال أمريكي إسرائيلي لصنع ترتيبات تكون فيها خريطة إسرائيل قابلة للحياة مدة أطول. مستعجلين، عملوا مؤتمر استيطاني في الخليل وعم يضغطوا على قرى الضفة بالقوانين الجديدة، واستولوا على مئات الدنومات من أراضي نابلس وقلقيلة، حاملين خرائط بهدف تحويل الضفة كلها إلى مستعمرات، مع أنهم يدركون أنها ستبقى مباني فارغة والهجرة إلى أرض الميعاد التغى ميعادها. ولولا الضغط النفسي في المعابد اليهودية ما كان ضل حدا بمستوطنة. ما فينا نقول إلا أنه ملحمة غزة كانت حبل يصل بين قمة جبلين، مخاطرة ومغامرة. ولكن على الأرجح العالم كله اقتنع أن الشعب الفلسطيني أكثر صلابة من الصخر. كل شعوب العالم ستدفع حكوماتها لمواجهة دولة تقتل الأطفال كل يوم. وهلأ هاجمين لاحتلال القطاع مرة ثانية بهدف طرد فلسطينيين غزة إلى الجنوب، وقالوها علنا أنهم متوقعين نزوح 1,000,000 فلسطيني إلى رفح. كاميرات الناشطين والفنانين العالميين والصحفيين الدوليين سيكون لهم دور أكبر